صباح الخير. النهاردة وصلنا على جزيرة البنانة في قطر. الموضوع خد مننا شوية وقت لكنه يستاهل. قطر بتستضيف كاس العالم، وفي الوقت اللي احنا بنصور فيه ده فاضل على كاس العالم 9 ايام و6 ساعات، وعشان كده بيتم تجهيز الطرق والشوارع عشان تستقبل جماهير كاس العالم اللي جاية. الجزيرة بتوفر عربيات تاخدك توصلك لمينا الشيوخ، واللي هو مبنى الاستقبال واللي هنركب منه الفيري عشان نوصل للجزيرة. خلاص دخلنا وعملنا تشيك ان عند الجماعة هنا في الريسبشن الاستقبال اللي في مينا الشيوخ. خدنا ال2 تيكت وهنطلع على الفيري، ومن الفيري على الجزيرة نفسها. Let's go. وده الفيري اهو، هناخده 20 دقيقة عشان يوصلنا للجزيرة. من هنا من مينا الشيوخ للجزيرة في 20 دقيقة. والله يعني تحس حالك في طيارة مش فيري خالص. احنا كده في الانترنس بتاع الجزيره بتاع البنانه. الواجهه اللي هنا دي بتطل على البحر، والواجهه الثانيه فيها قاعه مؤتمرات واجتماعات وحاجات كده. وهنا بيستقبلوا الناس ويوزعوهم بقى على الفنادق وعلى الشاليهات والحاجات اللي حاجزينها. 9 ايام 6 ساعات و9 دقايق وشويه ثواني كده. اخدنا تور مع الجماعه اول ما وصلنا، ودلوقتي خلاص اخيرا وصلنا الروم. واول حاجه هنعملها في يومنا هنفطر هنا في مطعم ريفا. المطعم ده الفطار فيه انكلودد مع الروم اللي احنا واخدينها. في هنا قسم المخبوزات، المخبوزات كلها والكيك وكل شيء. طبعا عصاير عشان الفطار، واللي بيحب بقى يفطر تقيل هنا الكلام كله. قدر ايه زي بتاعت الفول، والله فيها فول اهو، فول مدمس. وفطار بقى اومليت وما اومليت الجو ده كله. Egg your style. هنا بيعمل ايج على الستايل اللي انت عايزه، طبعا شغال اهو الله ينور. بكل حاجه. هاي جود مورنينج. هنا برضه فطور وحاجات، والفواكه بقى قسم الفواكه. ودي المفروض معرفش، دي المفروض لبن جبن حاجات حطينا مع السلطات. الفطار ده انكلودنج مع الروم بتيجي معاها الفطار صح؟ بالنسبه للناس اللي الجيم بيبقى جزء من يومها، المبنى اللي ورايا ده في جيم كبير اسمه بالانس. مش كبير قوي يعني، هو جيم صغير بس هيقضي الغرض. يعني لو انت بتتمرن كل يوم وخايف يضيع عليك التمرين او حاجه، مش هيضيع عليك التمرين وانت على الجزيره هنا. الجيم ده فيه كل حاجه. ناخد لقطتين كده ونعمل تمرينه سريعه.
دلوقتي المكان اللي احنا فيه ده حديقة استجمام، يعني تقعد تستجم. كل الكباين دي، في كباين ورانا كده كلها بتقعد فيها تسمع صوت المية، مزيكا هادية. عاملين شلالات كده صناعية بتسمع صوتها، مزيكا هادية، جنبك زرع وورد في كل مكان. الأكسجين هنا غريب، في حاجة غريبة كده في المكان هنا. فده مكان استجمام المفروض تقعد فيه تستجم وتريح أعصابك خالص وترتاح وتشم هوا نضيف، وبعدين تطلع تكمل يومك. الجزيرة دي تم افتتاحها 2015، اشتغلوا عليها 18 شهر. فيها كل حاجة، يعني حمام سباحة تلاقي، بحر تلاقي، ألعاب مائية تلاقي، جيم. فيها 11 فيلا، فيها 34 شاليه، وفيها 72 وحدة فندقية. طبعا عشان تيجي هنا بتستخدم الفيري أو البوت، بياخد معاك 20 دقيقة من الدوحة، وممكن تيجي من المطار دايركت بالهليكوبتر طبعا في 10 دقايق. اوكي، احنا عملنا تشيك اوت الساعه 12، بس طبعا مش معناه ان احنا نطلع على طول نمشي. المراكب هنا بتطلع من الجزيره للدوحه لمينا الشيوخ تاني من الساعه 1 للساعه 7، كل ساعه فيه بوت. فاحنا اخترنا الساعه 7 عشان نحضر الغروب هنا، وعشان نتغدى، نلحق نتغدى هنا ونحضر الغروب ونستمتع شويه بالبحر. ننزل البحر اللي ورايا ده، وجينا هنا كيو لاونج عشان نتغدى قبل ما نمشي، وعندهم بول كمان، فممكن ننزل بول شويه لغايه الغروب كده، وبعدين نتوكل على الله نطلع على الدوحه. اكسبيرينس جميله، احنا استمتعنا اتبسطنا. الجزيره دمها خفيف كده وهاديه، هي بتاعت استجمام اكتر. مفيش طبعا مزيكا عاليه، مفيش كلابات، الناس بتقفل 9، المطاعم الكلام ده كله يقفل 9 وتقدر تروح تنام. فهي استجمام اكتر، تصحى بدري، في جيم، في مطاعم، فطار، بحر، بول. قبل ما اقفل الفيديو خليني اقول لكم عن ايبيديميك ساوند. ايبيديميك ساوند هو مكتبه موسيقيه ضخمه جدا، عندهم عدد مهول من الموسيقى والساوند افكت. كل الموسيقى والساوند افكت اللي سمعتوها في الفيديو ده او الفيديوهات التانية اللي عندي على القناه متاخده من ايبيديميك ساوند. وعشان هما مكتبه ضخمه جدا، عاملين حاجه تسهل عليك وانت بتدور، اسمها فايند سيميلر. الاوبشن ده يعني وانت بتدور على موسيقى، لو في حاجه عجبتك هتدوس على فايند سيميلر، هيطلع لك حاجات كتير مشابهه او قريبه لنفس التون اللي انت بتدور عليه. كمان لو انت متابع كرييتور من كرييتورز كبار اللي على اليوتيوب او اي منصه تانية وعجبتك مزيكا ومستخدمها عنده على القناه، هتخش عندهم في حاجه اسمها كرييتور بيكس. في كرييتور بيكس 90% هتلاقي الكرييتور اللي انت بتدور عليه والمزيكا اللي هو مستخدمها هناك. وتقدر تضيف قناة اليوتيوب بتاعتك وحساباتك على انستجرام، تيك توك، فيسبوك وتويتر على نفس البلان بتاعتك، وبكده هتبقى بعيد كل البعد عن الكوبي رايت والحاجات المزعجة دي. اللينك بتاعهم تحت في الديسكريبشن، تقدر تستخدمه 30 يوم فري، وفي اي وقت تقدر تلغي الاشتراك لو ما عجبكش المزيكا هناك. ما تنسوناش في اللايك، ونشوفكم في فيديو جديد.